أنا أبلة عفاف، وكنت بعاني من مشاكل الزوجية دايما. كان جوزي دايما بيمد ايده عليا وكان بيضربني. وفي يوم كنت متخانقة مع جوزي قبل ما انزل على الشغل. طبعا دخلت الفصل وقفلت الباب ورايا، وقررت اطلع كل زي في الاطفال. وبالفعل اللي ما كانش عمل الواجب مسكته ضربته. ببص لقيت ولد بينام على نفسه. زعقت له وقلت له: انت جاي تنام هنا؟ فين واجبك؟ نسيته والله يا أبلة. مسكته طلعت فيه كل زهق وتعب وضغوطاتي اللي جوزي معيشني فيها على طول. ببص جنبي لقيت طفل عمال يشاورلي عشان انزله دماغي عشان عايز يقولي حاجة. نزلتله شوية بعصبية وقلتله: خير، في ايه؟ رد عليا بكل هدوء وضحكة بريئة وقالي: ممكن نتكلم برا الفصل يا ميس عشان الموضوع مهم؟ بصيتله بنفس صبر وكنت متأكدة انه عاوزني في موضوع تافه، واكيد هيشتكيلي من صاحبه اللي سرق قلم الرصاص. لكن لما خرجت ضعفت قوي من مدى ذكاء الطفل ده، وطلع عنده كمية معلومات تربوية غير عادية. بصلي وضحك ضحكة لطيفة: بصي يا ميس، انت لطيفة وكلنا بنحبك، بس الطفل اللي ضربتيه في الاخر ده يتيم، ومامته على طول بتضربه لما بيغلط عشان بتربيه بالغلط، وعشان كده هو بينسى كتير وبيخاف من كل حاجة، وحتى بيخاف يلعب معانا عشان ما نضربهوش. وانا صاحبته وبقى صاحبي وبيطمن معايا، وحكاله انه بيكره الضرب قوي، ولو شفت جسمه هتلاقي عليها علامات كتير من تأثير ضرب مامته ليه. فممكن يا ميس تكوني لينا أم مربية وتحطي زعلك برا الفصل قبل ما تدخلي لينا، عشان نحبك ونتعلم منك حاجات حلوة. بصيت له باستغراب وقلت له: انت ازاي بتتكلم يا حبيبي كده زي الناس الكبيرة؟ عشان ماما دايما كانت بتعلمني على حسن الظن، وكمان قالت لي ان مش عارف ظروف اللي قدامي ايه، فلازم احط زعلي على جنب واتعامل معاه بلطف عشان الدنيا فيها حاجات كتير وحشة. وقالت لي لو شفت حد زعلان اعتذرله نيابة عن زعله. وراح نط وحضني: اكيد انت زعلانة من حاجة عشان ضربتينا النهاردة. انا اسف يا ميسو، ما تزعليش تاني عشان انت جميلة قوي. كنت واقفة عاجزة عن التعبير، وحاسة ان انا اللي طفلة وان هو المعلم والمربي. هو لسه في تربية بالشكل ده؟ ولسه في امهات حريصة على تربية اطفال بالشكل ده؟ بصيت له وقلت له: طيب اصالحه ازاي يا انس؟ بصي، هاتيله شوكولاتة، هو بيحبها، ولو سامحك استغفري ربنا وقولي سبحان الله كتير عشان يزرع عليكي نخلة في الجنة. نخل زي بتاع الدنيا كده يا انس؟ لا يا ميس، نخل الجنة مش زي بتاع الدنيا. ماما قالت لي ان نخل الدنيا ساقه من خشب، اما نخل الجنة فساقه من ذهب، وجذوعه من زمرد احمر، وورقه بيستخدم كسوة لأهل الجنة. اما الثمرة فبيبقى ملمسها ناعم وحجمها كبير جدا، وطعمها احلى من العسل، وما فيهاش نوى. انا ممكن اجيب هدية لمامتك؟ ممكن، بس هي دايما بتقولي أنس هديتي. انت فعلا هدية كبيرة أوي يا أنس، وطفل جميل كمان. طيب تعالي معايا بقى نصالح أحمد، وأنا معايا 5 جنيه ممكن أشتري أنا الشوكولاتة، وانت قوليله انك انت جبتيها عشانه. أكيد النبي مبسوط منك أوي يا أنس. ماما قالت لي إن البيت اللي فيه أطفال شطار النبي بيحبه. ماما تستاهل تكريم من أحسن مكان والله يا أنس، اللي زي ماما كده يستاهل الجنة. وكنت قاعدة بشرب كوباية شاي في الجنينة، لقيت شاب داخل عليا هو ووالدته. أستاذ عفاف، عاملة ايه؟ مين؟ ببص لقيته واقف لابس نضارة ومامته واقفة جنبه وشها كله نور.
حضرتك كنت بتدرسي الأنس، فأتمنى تاخدي الهدية دي مني، لأن أكيد الخير اللي هو فيه دلوقتي كان ليكي دور فيه. بصيت لها باستغراب وقلت لها: خير ايه؟ ابني بقى معيد في جامعة طب أسنان الحمد لله. عيوني دمعت من كرم أخلاقها وحلاوة تفكيرها، وقلت لها: الشكر والهدايا دي للناس اللي زيك. انت مفكرة اني سبب في تربيته؟ وتربيتك ليه هي اللي ربتني. قالت لي: ازاي؟ قلت لها: ابنك علمني موقف من سنين غير حياتي، ولما شفت تأثير كلامه الحلو على اللي حواليه صابتني غيرة شديدة منك، فقدمت استقالتي وربيت ولادي صح، وحياتي من غير جوزي اتغيرت تماما. انا بس كان نفسي اقولك من سنين انت من اجمل الامثلة اللي ممكن تنضرب للابنة والام والاخت والزوجة الصالحة. بلاش تستهين بدور ربة المنزل، عشان دي مربية جيل كامل.